رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. جميع برامج المقالب اللي قدمها رامز جلال من البداية لحد السنة دي في رمضان 2025 بيقدم لينا رامز جلال الجزء الجديد في سلسلة المقالب بتاعته، واللي بتكون بعنوان رامز إيلون مصر، واللي فكرته بتدور حوالين استدراج الضيوف للمشاركة في لجنة تحكيم لاكتشاف المواهب. وخلال الحلقة بيتعرض الضيف لمجموعة من المقالب المرعبة زي ربطه في سرير متحرك أو في مرمى علشان يصد كرة قدم باستخدام جسمه. وهنا بيظهر في البرنامج إنسان آلي بيشارك في تنفيذ المقالب، والموسم ده يعتبر الموسم ال15 في سلسلة المقالب دي. عشان كده هنستعرض معاكم في الفيديو ده بشكل مختصر جدا جميع البرامج اللي قدمها رامز جلال من البداية لحد موسم رمضان السنة دي. أول جزء قدمه رامز هو برنامج رامز قلب الأسد، واللي صدر سنة 2011. البرنامج ده رامز كان بيستضيف المشاهير في مبنى عالي، وبعد ما اللقاء بيخلص الضيف بينزل بالأسانسير، ولما بيفتح الأسانسير بيلاقي قدامه أسد. وهنا الصدمة كانت بتخلي الضيوف في حالة رعب، ورامز كان بيظهر في الآخر ويكشف عن المقلب. هي الناس دي بتعمل كده ليه يا جدعان؟ عايزين تعرفوا الناس دي بتعمل كده ليه؟ استنونا في برنامج رامز قلب الاسد في رمضان. والموسم اللي بعديه كان اسمه رامز ثعلب الصحراء، والموسم ده صدر في 2012. وهنا رامز قرر ان هو يعمل المقلب في الغردقه، وكان بيدعو النجوم لبرنامج مع عزت ابو عوف، واثناء الطريق بيجي مجموعه من البلطجيه وبيهجموا على الاتوبيس، وكمان بيخطفوا الضيف، وفي الاخر بيكتشف الضيف ان هو في برنامج مقالب. رقم 3 بقى هو رامز عنخ أمون، اللي صدر في 2013. الموسم ده بالذات ناس كتير بتشوفه ان هو واحد من افضل البرامج اللي قدمها رامز جلال، وده لانه قرر ان هو يعمل المقلب بتاعه جوه مقبرة فرعونية، عن طريق ان الضيف بقى بيدخل المقبرة والابواب بتقفل عليه، وبيبدأ يسمع اصوات مخيفة ويشوف خفافيش وتعابين، وفي الاخر بتظهر موميا اللي هي رامز جلال، وبيكشف في النهاية عن المقلب. رقم 4 هو رامز قرش البحر، واللي صدر في 2014. هنا رامز نقل المقلب بتاعه جوه البحر، والضيف كان بيكون في يخت في الغردقة، وفجأة بيشوف جثث وأشلاء في المية، وبعدها بيظهر قرش مزيف بيهاجم اليخت بتاعه، وفي النهاية رامز بيطلع من جوه القرش ده وبيكشف عن المقلب. انا بقى رامز قرش البحر. ورقم 5 هو رامز واكل الجو، اللي صدر في 2015. المرة دي المقلب بقى جوه طيارة في السماء، وكان بيدعو الضيوف لحفل افتتاح فندق في دبي، وبيطلع جولة بالطيارة، وأثناء الطيران بتحصل مواقف مرعبة زي اهتزاز الطيارة بشكل عنيف، وفي الآخر رامز بيكشف المقلب. ورقم 6 هو رامز بيلعب بالنار، واللي صدر في 2016. السنة دي بقى رامز خد الضيوف بتوعه للمغرب، والضيف هنا كان بيقابله في برج عالي، وأثناء اللقاء بيحصل حريق وانفجارات في المبنى، والضيف بيحاول يهرب وهو في حالة خوف كبيرة، وفي النهاية كالعادة رامز بيظهر وبيكشف عن المقلب. ما تزودهاش السنة دي لحسن حد يموت في ايدك. الموت علينا حق. ورقم 7 هو رامز تحت الأرض، واللي صدر في 2017. والمقلب ده كان في صحراء أبو ظبي. الضيف كان بيدعوه لمقابلة نيشان، وبعد ما بيروحوا يتصوروا في الصحراء العربية بتغرز في الرملة المتحركة، وبيظهر تنين الكومودو واللي رامز بيكون جواه وبيهاجم الضيف، وفي الآخر طبعا رامز بيكشف عن نفسه وبيعلن عن المقلب. ممكن تقولوا مش هيقدر، ممكن تقولوا مش هينفع، لكن معايا انا كل شيء ممكن. ورقم 8 من السلسلة هو رامز تحت الصفر، واللي صدر في 2018، وكان بمناسبة مشاركة مصر في كأس العالم بعد فترة كبيرة. ورامز هنا خد الضيوف بتوعه لروسيا، والضيف بيكون فاكر ان هو في برنامج عن المونديال، وبيقابل هيكتور كوبر، واللي رامز بيكون منتحل شخصيته، واثناء الرحلة دي بيظهر دب ونمر بيهاجموا الضيف، وفي النهاية بيكشف عن المقلب. واللي يقول لك رامز انتهى قول له ده عندها. ورقم 9 رامز في الشلال، واللي صدر في 2019. هنا المقلب كان في جزيرة بالي في إندونيسيا، والضيف بيسافر علشان يصور إعلان، وأثناء التصوير بيقع في الشلال، وبعدها بتظهر غوريلا واللي بيكون رامز جواها، وبيبدأ يخوف الضيف. ورقم 10 هو رامز مجنون رسمي، واللي صدر في 2020. الضيف هنا بقى كان بيقعد على كرسي كهربائي متحرك جوه الاستوديو، وبيوجه له شوية أسئلة، وفجأة بيظهر رامز بشخصيته الحقيقية، وده كان أول برنامج رامز يظهر فيه بشخصيته حقيقية جوه البرنامج، وبيبدأ يتحكم في الكرسي وبيخوف الضيف علشان يجاوب على الأسئلة دي.
ايه رايكم في لون شعري؟ ورقم 11 هو رامز عقله طار، واللي صدر في 2021. هنا رامز خد الضيوف بتاعته لملاهي في الرياض، والضيوف هنا بيجربوا ألعاب مختلفة زي لعبة الكبسولة، واللي بتبدأ تتحرك بشكل مخيف وبابها بيتفتح مرة واحدة، والضيف بيقع في حمام سباحة، وفي النهاية رامز بيكشف عن المقلب. رامز عقله فوت، رامز عقله طار، وما عنديش خواطر وما عنديش هزار. ورقم 12 هو رامز موفي ستار، واللي صدر في 2022. هنا بقى رامز قرر ان هو يتعاون مع النجم العالمي فان دام، والضيف هنا بيفتكر ان هو هيشارك في فيلم اكشن، واثناء التصوير بتحصل مواقف خطيرة زي انفجارات ومطاردات بتخلي الضيف يعيش اجواء صعبة. كل ده علشان يتحقق كان محتاج نجم عالمي كبير، ومش أي نجم. رامز وفان دام هيخلصوا الكلام. ورقم 13 رامز نيفر اند، واللي صدر في 2023. البرنامج ده ظهر فيه مقلبين، الأول إن الضيف بيكون في مطعم دوار، وأثناء الأكل المطعم بيبدأ يلف بسرعة والأكل بيطير، والتاني إن الضيف بيروح لمطعم طاير في السماء وفجأة بتحصل اهتزازات والضيف بيخاف إن هو يقع من فوق. رامز نيفر اند. ورقم 14 اللي هو كان مقلب السنة اللي فاتت كان برنامج رامز جاب من الآخر، اللي صدر في 2024. والسنة دي بقى رامز كان بيجيب ضيفين عندهم خلافات أو مشاكل مع بعض، وأثناء الحلقة بتحصل ما بينهم مواقف بتزيد من التوتر ما بينهم علشان رامز يظهر في الآخر ويكشف عن المقلب. فهنشوف السنة دي رامز هيعمل إيه. فلو أنت من محبين برامج رامز قول لنا إيه أحسن موسم رامز عمله، وسلام.